السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزل قانون من فترة شهور بيحكي عن السماح للسوبر ماركت أو المعامل الغذائية إن تدخل بروتين الحشرات ضمن المواد الغذائية. هذا القانون لحد الآن ما تنفذ على الأرض، يعني ما في منتجات جديدة دخلها مكونات حشرية أو بروتين حشرات، إلا المنتجات السابقة اللي كانت تستخدم مثلا مادة اسمها الشيلاك اللي موجودة بهذا المنتج، مثلا آيس كريم عند الليدل اسمها شيلاك. وفي منتج تاني أو مكون تاني اسمه إيشتي كارمين أو بيرمزوله بالإي 120، اللي هو اللون القرمزي بيستخرجوه من الدودة القرمزية. والشيلاك بيستخرجوه من القمل الهندي. طبعا راح نستعرض خلال الفيديو المنتجات اللي فيها سابقا هاي المكونين. هاي بيضة الكندر الصغيرة كمان فيها شيلك، وباقي المنتجات اللي راح تطلع معنا موجود فيها ايشتي كارمين. راح نحكي هلأ عن القانون بعيدا عن الصور يلي راح تستعرض مثل ما حكينا المنتجات اللي فيها مكونات من الحشرات سابقة. القانون يا سادة يا كرام في شغلات مبشرة. أول نقطة أنه المعامل اللي مسمح لها تورد البروتين الحشري هي عبارة عن معملين فقط من هون لل 2025، معمل بفيتنام ومعمل بهولندا. يعني ما راح يكون في كميات ضخمة. أولا، ثانيا غلاء هذا البروتين، يعني ما راح ينوجد بسهولة وبسرعة وبكل المنتجات. ثالثا بما أنه في ناس عندها حساسية، فراح يكون مكتوب بشكل واضح بالمنتجات أسماء الحشرات يلي داخلة، واللي لهلا مثل ما حكينا هسه ما دخلت، ما في غير الشيلك واللون القرمزي مكتوب هون A120 مثلا. وفي نقطة كمان ما بعرف إذا راح تكون يعني مبشرة كمان، إنه هني لما بيستخرجوا البروتين من الحشرات وبيقتلوا الحشرات آخر 24 ساعة ما بيطعموا الحشرة شيء مشان تتخلص من كامل فضلاتها، وبعدين بياخدوها على المحرقة وبيستخرجوا منها البروتين. يعني الخلاصة انه اولا ما في حاليا منتجات جديدة نزل فيها الحشرات الا المنتجات القديمة. ثانيا من هون لل 2025 ما راح يكون في مصادر كبيرة تغذي المعامل. ثالثا في غلاء بسعرهم، ما راح ينوجدوا بكل مكان. رابعا راح ينكتب بالاسم الواضح اسم الحشرة، مثلا الصرصور المنزلي راح يكتبوا اسمه. مثل ما حكينا راح نستعرض على الشاشة هاي الأربع حشرات المسموح تدخل. طبعا مو كلها نزلت بالقانون الأخير، أول تنتين نزلوا بال2020 و2022، وهلأ نزل اثنين موجودين كلهم أمامكم على الشاشة. هذا المنتج المولر ميلش ما في حشرات، ولكن النوع اللي بيكون على موز وكرز هلأ حاليا مفقود من السوق، يمكن لغوه. كان في الاشتي كارمين. يعطيكم العافية والسلام عليكم.